واخيرا اخبار الخير، التعليم في المدارس الخاصه غادي يولي مجاني، وكل المدارس غادي تكون متساويه بحال العمومي بحال الخصوصي. الفطور والغداء غادي يولي مجاني في كل المدارس، والنقل ايضا من الدار للمدرسه فابور ومتاح للجميع. الدروس المنزليه والاضافيه ممنوعه، والدار بلاصه ديال الراحه ماشي ديال الدراسه والتمارين. الامتحانات غتلغى، وما غاديش يبقى التلميذ يدوز الامتحانات حتى يوصل للمستوى الثانوي باش ما يعيش الضغط من صغره. عدد الساعات الطويله ديال القرايه ما غتبقاش، غتولي غير 4 السوايع باش الطفل ما يملش من الدراسه ويولي يبغي شي حاجه سميتها القسم. وايضا الاستاذ غادي يكون عنده الوقت باش يوجد الماده التعليميه لليوم الموالي. المعلم غادي يولي يتخلص 4 مليون سنتيم شهريا، وكل ما كان متفوق كل ما تزداد ليه في الصالير. ولكن بالمقابل باش تكون معلم خاص تكون قاري مزيان وفاهم مزيان ومربي مزيان، لان المعلم غادي يبقى يختار واحد من بين 10 المتبارين في الامتحان الخاص بالتعليم. المعلم غادي يولي عنده الحريه يدير المناهج الدراسيه اللي بغا، ويختار الكتب اللي بغا يدرسهم باش يكون مرتاح في القسم مع التلاميذ. المعلم غادي يولي يدوز مع نفس التلاميذ 5 سنين باش يحسوا انه بحال الاب ديالهم، ويبقى متبعهم في مراحل النمو ديالهم ويعرف جميع التفاصيل عليهم. واش مأكد هذا الشيء غادي يكون في المغرب؟ ولا هذا الشيء مولاي كاين في لندن. اما المغرب الحكومه مازالت واحده غير في المخططات، كل مره كتجيب لنا مخطط استراتيجي جديد ما كيكمل العام حتى كتبدلوا بواحد اخر. وخير دليل على هذا الشيء هو هذا النظام الاساسي الجديد اللي وقف الدراسه ودار ازمه كبيره في التعليم، بحيث الاستاذ عندنا كيبقى خدام ما به ما عليه حتى كينزلوا عليه بشي قانون ولا شي مخطط ما عمرو شافوا ولا تحاور بصدده. اما التالي المساكن فهذوك هما الحلقه الضعيفه ما كاين اللي مسول عنهم، واخا كيمثلوا حوالي ربع ساكنه المملكه، اي 8.8 مليون تلميذ كيدخلوا للمدرسه وكيبقاو يتلقاو في الحشو والمعلومات الكثيره المفروضه على الاستاذ تقديمها كبيداغوجيه، باش في الاخير يدار لهم امتحان واش عاقلين عليه واش فاهمينه. هذا التخبط وهذه الارتجاليه في التدبير في هذا القطاع الحساس وصلنا للاسف لمستويات متدنيه في العالم. اخرها تقرير اسباني من 359 صفحه صنف المغرب في المرتبه الاخيره مع العراق من بين الدول العربيه الاكثر تدهورا في التعليم، بالاضافه الى تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي اللي صنف المغرب في المرتبه 101 من بين 140 دوله بمعدل تنقيط 3.6 من اصل 7 النقط. حقيقة هذا الموضوع اليوم اللي نتكلم عليه اخترت اني نتكلم عليه واقف. كلامي لا الحق التعليم يجب ان نقف، ويجب ايضا ان نقف وقفة تأمل حقيقية، لانه اليوم هذا الشيء اللي كنعيشوه مع هذا النظام الاساسي ومع ما يقع بصدده هو عبث ما بعده عبث. وانا كنقولها وكنوجه كلامي للحكومة مباشرة، وكنقول لهم ولدي انا ولد التعليم وادرك جيدا مجموعه من المخططات الاستراتيجيه اللي نزلت على